مرحبا عيني. اليوم راح نسوي كليتشة. طبعا المقادير هاي عندي هنا طحين انا اضيف لها وحليب وسكر وبيكنج باودر وطبعا سمنة او دهن او زبد وحتى بالزيت، يعني دائما انا اسويها كل مرة اسويها بشي. عندي هنا بيكنج باودر 2 لكل كيلو طحين احط 1 بيكنج باودر بدال الخمرة، واضيف حليب مجفف. اللي ما عنده حليب مجفف لكل كيلو اضيف 2 ملعقة. اللي ما عنده حليب مجفف عادي تعجنوها بالحليب السائل. هنا ضفت 4 معالق، واضيف سكر. السكر التهم حسب الرغبة، لان هنا راح نسوي حلقوم وتمر. ضفتهم 6 معالق. وهنا اضيف شوية ملح، طبعا ضروري رشة الملح. واضيف هيل مطحون، وانتو شو تحبون، حبة البركة شوية هم عندي ضفت. الما يحب عادي لا يضيف. كليتها هشة طبعا تطلع وطيبة، طعمها يجنن وريحتها ترست البيت. طبعا اخلطها واضيف لها السمنة او الزبد. انا استعملت دهن مو يعني زبد. هاي لازم اسويها الحركة، اضيفه واسويه مثل اظل احرك شلون يصير التراب. يلا اضيف له المي انتو حسب الطحين، ياخذ قلاص قلاصين. انا هاي ضفت لها قلاصين، يعني اكتفيت بقلاصين مي، والقلاص ما كان كبير صغير. اظل اسوي هيك هاي الحركة، خلي الدهن كله يعني الطحين كله يسحب الدهن. يلا بعدين اعجنها، هي شوية رادلها تعب بس ما يخالف، ما طول عيد لازم نسوي هاي للثواب تنفع. تعرفون العيد لازم واحد يطلع ثواب للموتى، فيسوي كيلو كيلو وين مو إلا. هاي ضفت هنا قلاصين مي من شفت يعني السمنة أخذت الطحين كله. وهنا راح أعجنها، أظل شوية أعجنها عجن زين وأخليها طبعا ترتاح. تردون بدون ما ترتاح شكلوها. أنا هنا كنت قبل الفطور، وورا الفطور هنا بديت يعني ألفها. والتشكيل انتو حسب الرغبة. هنا عندي حلقوم، هاي الحلقوم هماني سويته اليوم. راح اسوي هنا هاي الاشكال نسميها احنا قصة البقلاوة. وراح اضيف سمسم، يعني اخلي العجينة كلها بيها سمسم. شو عجبني اليوم هذا الشكل. سويت عدة اشكال وجوز هم سويت، بس ازي شي اني يحبون الحلقوم، يعني التمر قللت هالمرة. أنا قبل هم أسبوع مسويت لهم معمول، والحمد لله كله خير وبركة. لازم نسوي هاي مهما يكون الأجواء، احنا تعرفون يعني بغربة. لازم هاي هنا خليت شوية دبس خففته بمي، أسوي هيك وأضيفه بالسمسم، يطلع شكله كلش حلو عبالك كعك وطعمها يجنن. صار كلها هاي أسويها. هنا أنا عندي الحلقوم، والحلقوم راح أخلي لها جوز هند، يعني مو سمسم. وهم ألفها انتو حسب التشكيلة اللي تحبوها. اكو يعني ما يحبون عادي تلفوها بقوالب، او هاي احنا نسميها قصة البقلاوة، حتى بالسكينة تقصوها. وطبعا هاي سريعة اسرع من بالقالب. هنا أنا ألفها. العجينة كانت كل الزينة الحمد لله، يعني واحد بساعتين يخلص إذا وحيدك، وإذا أحد وياه اشترى بسرعة يعني يصير. أنا بصراحة بوحيدي. هاي أقطعها. هنا أنا الصينية أخلي لها ورق زبدة، ما عنده ورق زبدة عادي يعني يحط بالصينية ما يلزق، لأن هي كلها يعني زيت أو دهن بيها الكليتشة. هنا عندي جوز، أنا أحبها كلش بالجوز، وهم سويت بالسمسم وبالجوز الهند، يعني شكلتها وما شاء الله صارت بركة وخير. وطبعا ما ننسى لازم نطلع منها ثواب ما طول عيد. أنا بدون عيد يعني لازم من أسوي أطلع منها. وهاي شكلها ما شاء الله، قمت أطلع يعني صينية ورص. هنا شكلها الأخير. يا رب أتمنى لكم عيد سعيد وسنة خير يا رب، وإن شاء الله كل سنة وكل عام بيوتكم عامرة.
يا رب. وهنا لازم هاي بالليل طبعا كلهم هسه ناموا، عندي هنا الساعة بالثنتين. راح أضيف ذني عندي كرزات شوكليت على مود الصبح، يعني يقعدون الأولاد يلقون هاي الأجواء حلوة. وحضرت الكليتش هم، والحمد لله كله خير وبركة. وش عندكم أشياء؟ يعني أنا هم عندي أشياء بس ضفت بذني. هاي تقعد الصغيرة تكيف من نشوف هيجي أجواء. تعرفون إحنا بالغربة لازم نسوي هاي الأجواء للأطفال على مود يتذكرون. نانا هاي شكلنا ها، وإنا حبايب قلبي لا تنسوني بلايك واشتراك بالقناة، وأقولكم كل سنة وكل عام إن شاء الله بألف خير وصحة وعافية.